اهلا وسهلا. دلوقتي في القانون ديال الكونترات في الطاليان شهر 3 وكتسنى امتى غيخرجوا الكونترات. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على التاريخ ديال يبداو يخرجوا في الكونترات، لا سواء الناس اللي دافعوا في بادانتي ولا الفلاحه ولا الموضوع البي ديال الوراق. هذا الفيديو درته بعد ما تلقيت مجموعه من التعاليق واكثريه كتصف في هذا الموضوع ديال التاريخ وامتى غادي يبداو يخرجوا في الكونترات ان شاء الله. هذاك الشيء علاش تنقول لك الا عندك شي سؤال خلي لي في التعليق، وانا راه كنشوف التعاليق بزاف وكنشوف الاسئله اللي كتعود بزاف. هذاك الشيء علاش كندير فيديو على الاسئله اللي كيتعودوا بزاف. حتى انت الا عندك شي سؤال خلي لي في التعليق ان شاء الله، وغندير فيديو السيمانه الجايه ان شاء الله على الاسئله اللي كتصب بزاف في شي موضوع. ان شاء الله غندير لكم فيديو عليها، او عندكم شي سؤال فيما يخص عقود العمل او الكونترات، التاريخ ديال التسجيل باش يخرجوا الكونترات، كذلك الناس اللي باغي يعرفوا المواعيد وغير ذلك من الاسئله. بلا ما نطول بزاف غندخل مباشره في الموضوع. ولذلك ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء اللي مهتمين بالموضوع ديال الكونترات في الطاليان، وكذلك الناس اللي باغيين يضيفوا ان شاء الله في السنوات المقبله. كما كتعرفوا فاغلبيه كانت يدفع في هذا القانون ديال الكونترات في الطاليان وكيتسنى على واحد المده طويله، اكثريه كانت تمشي حتى 6 اشهر او 7 حتى ل 8 اشهر. بعد ما جا القانون ديال جورج ميلوني وان الكونترات خاصهم يخرجوا في اقل من مده ديال شهر، وهذا الشيء شفناه في السنه السابقه بعد ما القانون حتم عليهم ان الكونترات يخرجوا في اقصى مده ديالها هي 30 يوما. هذا القانون تم التفعيل ديالو في مجموعه من العملات، لكن هذا ما كيعنيش ان الكونترات ما غاديش يخرجوا من بعد. فاكثر ديال العملات وحنا شفنا حتى الان راه مازال كيخرجوا الكونترات ديال شهر 12، او الناس اللي دفعوا قبل واكثر مازال لحد الان كيخرجوا الكونترات ديال شهر 12. اما القانون اللي تم التفعيل ديالو هذه السنه ان المده الاقصى باش يبداو يخرجوا في الكونترات هي مده ديال شهر، لا سواء الموديل بي ولا سواء الموديل ديال بادانتي. اما الناس اللي غيدخلوا في الفلاحه فراه غيبداو يخرجوا في الكونترات في المده ديال اقصى مده هي 20 يوم غيبداو يخرجوا في الكونترات. لكن هذا القانون راه ما كاينش، هو فعلا كاين شي عمليات فراه كيبداو يخرجوا على مده ديال 30 يوم او مده ديال 20 يوم في الموديل ديال الصين، لكن اكثريه ديال العمليات راه كيبقاو معطلين بزاف. كما كتشوفوا فراه مثلا روما راه مازال حد الان مازال ما خرجوش كونترات، واكثريه ديال العمليات مازال ما خرجوش. كاين اللي عندهم توقيت، كنعرف الناس عندهم توقيت مزيان متقدم بزاف، عندهم الثواني الاولى ومازال ما خرجت لهمش كونترات. هذاك الشيء علاش فراه ما تاخذوش بهذا النظر، او الى ان دازت المده ديال شهر ما خرجوا الكونترات فراه غتفقدوا الامل تقولوا صافي. فراه هذا غير قانون كيتم التفعيل ديالو اكثريه في العملات الصغار اللي عندهم عدد قليل ديال الكونترات او اكثر. اما العملات الكبار فراه ما كتحترمش هذا القانون، ودائما راه كيبقى هناك الروطار بزاف في هذه المساله. هذاك الشيء علاش فراه الا عندك توقيت متقدم او شويه توقيت متاخر فراه ما تفقدش الامل. لكن ان من يكون قانون جديد ان شاء الله حاول تدفع، ودائما من يكون شي قانون دفع حتى ان شاء الله يسهل عليك الامر. فراه في هذا الفيديو ان شاء الله درته من اجل انني نهضر في هذه النقطه اللي كيتسال عليها بزاف ديال الناس، هي ديال المده ديال التاخر. فراه التاخر او التسريع فراه ما كاينش منضبط في جميع العمليات. كاين العمليات متقدمه في التاريخ وكتسرع هذه الوتيره، وكاين العمليات متاخره بزاف لا سواء في الكونترات لا سواء في الطلبات وغير ذلك، لان كتلقى مجموعه من الطلبات لا سواء في التجمع وكذلك في العمل وغير ذلك من هذا النوع ديال هذه المسائل. هذا الفيديو فراه كان ان شاء الله قصير باش نتكلم على هذه النقطه. تلاقوا فيديو اخر ان شاء الله في موضوع واحد اخر على نفس القناه. السلام عليكم، تهلاو في روسكم.